معانا رابع عملة في القائمة وهي عملة براشر دبلون، أو فيما يسمى بعملة إبراهيم براشر، أو فيما تسمى أيضا بعملة إفرايم براشر. هذه العملة تم إصدارها سنة 1787 وهي مصنوعة من الذهب وتحمل اسمه. هذه العملة وزنها 22 كراتا من الذهب، وكان الهدف من صناعتها واللي خلاها غالية كده لأن إبراهيم براشر سنة 1787 كان قدامه هدف وهو إقناع الولاية الأمريكية في نيويورك باستخدام العملات النحاسية بدلا من الذهب. ومع ذلك لم تتفق الولاية مع خطة براشر، وقالت إنها لا تريد صنع أي عملات معدنية جديدة من الذهب. لذلك قام براشر من نفسه بكونه صانعا موهوبا بتجاهل الدولة، وقرر صك عملات معدنية جديدة على أي حال بشكل أساسي من البرونز. ولكن أيضا تم صك بعض العملات الذهبية عيار 22، يبقى قام بصك العديد من العملات البرونزية والنحاسية والذهبية، نظرا لأن هذه العملات المعدنية كانت نادرة جدا. وفي القرن ال18 قرر براشر، وهو كان من أمهر الصناع الحلي الذهبية والفضية والأمريكية، إن هو يطرح العملات بتاعته ديت للبيع. وبالفعل لم يتبقى عدد محدود إلا عدد محدود جدا من العملات التي تحمل لمسة براشر، وبيعت إحداهما في مقابل 7.4 مليون دولار في أحد المزادات سنة 2011، والتي تم تقييمها بعد كده في سنة 2021 ب39 ألف مليون دولار. كذلك بيعت قطعة ذهبية أخرى تحمل صورة صدر نسر، بينما بيعت أخرى مقابل 4.5 مليون دولار في عام 2014 وتحمل صورة جناح النسر. دي بالنسبة لعملة براشر، دي بالنسبة لأغلى عملة في التاريخ. أنا كده يا جماعة خلصت كل ما يتعلق عن أغلى العملات المعدنية الأمريكية. فلو عجبك الفيديو فاطلب من حضرتك ان انتوا تشجعونا وتعملوا لنا لايك للفيديو، عشان الفتره الجايه دي يا جماعه هنجيب لكم جميع نوادر العالم، هنجيب لكم اندر العملات اللي موجوده في كل انحاء العالم، سواء في المانيا او انجلترا او فرنسا، جميع العملات باذن الله. ان شاء الله القناه بتاعتنا دي هتبقى المرجع الاساسي لكل العملات على مستوى العالم. فلو انت اول مره بتشوفنا فبطلب من حضرتك ان انت تعمل لنا اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت بتشوفنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فتعمل لنا لايك وشير ومتابعه عشان تشجعونا نجيب لكم جميع السلاسل للعملات. مش هنتكلم عن العملات النادره فقط، هنتكلم على جميع العملات بجميع اشكالها، وسلاسل لجميع العملات وكل فئه واصداراتها وتواريخها، بحيث ان انت تقدر من خلالنا ان انت تتعرف على جميع العملات اللي موجوده على مستوى العالم واسعارها من خلال تلك القناه. فتشجيعا لنا وتعبنا تعملوا لنا لايك للفيديو، اعجاب واشتراك عندنا في القناه، وتفعلوا زر الجرس لو انتم بتشوفونا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.